السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة للحمة بطريقة مختلفة عن السلق والطرق التقليدية، وهي وصفة من المطبخ الليبي، وفي طرق شبهها في بعض الدول العربية بيسموها المجلجل. ونبدأ على طول بسم الله. عندي نص كيلو من قطع اللحم، وأهم حاجة نختار نوعية لحم كويسة وناعمة عشان ما تاخدش وقت معانا في التسوية. يعني أنا هنا استخدمت من فخدة لحم الغنم. بننزل بقى بقطع اللحم بتاعنا من غير ولا نقطة زيت ولا مية ولا اي حاجة، بس الطاسة تكون سخنة. نخليها لحد ما هي تنزل ميتها كلها ويتغير لونها، ونقلب بقى كده. خدت معايا حوالي 7 دقايق لحد ما لونها اتغير بالكامل. طبعا بتكون على نار متوسطة. عندي مية مغلية، هنزل كده أبدأ بكوباية مية. دي تعتبر من الأكلات الأساسية معانا في سفرة العيد. هنا بعد ما بتكون استوت معانا بنسبة 80%، هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، وهي معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، بعد كده معلقة كبيرة من الكركم، ونقلب البهارات كويس. طبعا احنا ما بنحطش الملح من الاول عشان ده بيبطئ عملية التسوية بتاعة اللحمة، عكس الفراخ. ممكن في الفراخ نحط الملح في الاول عادي. بعدها بقى عندي البوكيه جارنيه الجميل ده. اول حاجة بصلة متقطعة جوانح، وبعد كده عندي الفلفل الالوان مع فلفل حراق حسب الرغبة، اللي مش عايز ممكن ما يستخدمهوش. اوكي. وطماطم كده متقطعة. نسيبهم بقى لحد ما الخضروات تدبل وتاخد من الطعم. واخر حاجة معايا رشة الزيت. هنخليهم بقى حوالي 10 دقايق على نار هادية، وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ويا رب تعجبكم الأكلة. اكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم لو عملتوها. بجد الريحة والطعم تحفة، واللحمة دايبة. يا رب تعجبكم، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.